يعني ايه؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن دي يعني ايه؟ يعني عندك الحصان اهو، لازما ايه صاحبه يحط له خطاف سلسلة فوق مناخيره هنا، ولو هو حصان عفي لازما ايه يحط له لجام في بقه هنا، علشان ساعة ما يسحبوا شمال يجي معاه شمال، يسحبوا يمين يجي معاه يمين. ولو متعلق في عربية او في كارته لازما ايه، لازما يحط له لجام علشان لما يسحب كده يقف الحصان. ولذلك في الصعيدة والفلاحين تلاقي البقرة، الجاموسة، الحمار، الحصان، كلهم بيحط لهم ايه، بيحط لهم زي لجام كده او خطاف، يقول لك عليه خطاف، اللي هو ليه الاحتناك، عشان ايه يتحكم فيه، يجره شمال يجره يمين وهكذا. ولذلك الشيطان بيقول لربنا سبحانه وتعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا إيه؟ إلا قليلا. يبقى إذن أي إنسان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، أو بيعصي الله، أو كفر بالله أو اتخذ مع الله إله، يبقى إذن الشيطان متحكم فيه زي ما الإنسان بيتحكم في الحمار أو الحصان بالظبط. ولذلك يقول لك إلا قليلا. طب من القليلة؟ القليل اللي هو مع الله، اللي هو يخاف الله، يتقي الله في افعاله. يبقى اذا الا قليلا، يبقى اذا اللي بيمشي مع الشيطان ده وماشي ورا الشيطان، والشيطان عمال يوديه ويغرق ويعمل، يبقى متحكم فيه كما يتحكم الانسان في الحمار. وهل ترضى لنفسك ان تكون حمار او تكون دب او تكون جاموس او تكون بقره؟ لا. اذا ما تمشيش ورا مين؟ ما تمشيش ورا الشيطان. وهكذا. الله المستعان. سلام.